السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تحليلاتنا الميدانية. اليوم غادي نغوصوا في وسط الأشغال ديال جوج ملاعب كبار في المغرب، ملعب مولاي عبد الله في الرباط وملعب ابن بطوطة في طنجة. التحضيرات دايرة على قدم وساق الاستحقاقات الجاية، وعلى راسها كاس إفريقيا 2025 وكاس العالم 2030. هدفنا اليوم هو نعطيكم صورة واضحة: فين وصلت الأشغال، شنو الجديد وشنو هي الآجال المتوقعة. الرباط، ملعب مولاي عبد الله. أول حاجة بارزة دابا هي السقف الثانوي. كان توقف شوية ولكن رجعت الخدمة بواحد الوتيرة مزيانة. كيبنيو دوك الألواح المعدنية فوق الهيكل الرئيسي، وكل شي مربوط بأعمدة دقيقة كتبين الحرفية العالية. شكل السقف ماشي عادي، فيه واحد التموج بحال الموجة. ماشي غير للزينة، هاد الشكل عنده دور هندسي مهم، كيعاون على تصريف مياه الشتا بسهولة وكيمنع تجمعها فوق الملعب. الأرضية حتى هي دازت المرحلة الجاية. دابا كيوجدوا الممرات التقنية اللي تحت الأرض، وكيبداو يغلفوها بواحد المادة سميتها جيومومبرين. هاد المادة كدير ثلاثة الحاجات: واحد، كتعزل الرطوبة باش ما تطلعش للعشب. جوج، كتعاون على تصريف المياه اللي ممكن تدخل من تحت. ثلاثة، كتعطي قاعدة مستقرة للرمل والعشب باش تكون الأرضية ديما في المستوى العالمي. الواجهة، كتير ناس لاحظوا خطوط مائلة وقالوا يمكن فيها شي اعوجاج، ولكن لا، هاد الخطوط مقصودة وداخلة في التصميم الانسيابي والعصري. وزيد، هاد الشكل كيقلل من ضغط الرياح وكيزيد من مقاومة البناية. الآجال، كاين اللي كيهضر على 4 أسابيع وكاين اللي كيهضر على 3 شهور، والحقيقة 3 شهور تقريبا كيبان تقدير معقول، حيث اللي باقي هو الشغل الدقيق: التغليف الخارجي، الصوت، الإضاءة، الشاشات، الكراسي والمرافق الداخلية. المهم، الخدمة غادية مزيان والهدف هو يكون الملعب واجد قبل كاس إفريقيا. طنجة، ملعب ابن بطوطة، حتى هو كيدوز من واحد التحديث الكبير. التركيز كان بالخصوص على غرف تبديل الملابس، الفيستيارات. ماشي بزاف الناس كيعطيهم أهمية، ولكن راه في الواقع عنصر أساسي في راحة اللاعبين. شنو تبدل؟ الأرضيات تصبغات بمادة الإيبوكسي، صلبة، كتقاوم التآكل وكتسهل النظافة والتعقيم. التهوية والتكييف، الHVAC، دابا ممكن يتحكموا في الرطوبة والحرارة بدقة. الإضاءة على حسب معايير محددة باش تكون مريحة وتساعد على التركيز. الدوشات والمرافق الصحية كلها تجديد شامل. غرف الحكام حتى هما عندهم نفس مستوى التجهيز، وزيد مساحة مريحة لمراجعة الحالات بالفيديو فار. الخاتمة والسؤال الكبير: الرباط تقدم كبير في السقف، الأرضية بجيو مومبران، تصميم عصري وخدمة غادية للجاهزية. طنجة، الفيستيارات وصلت لمعايير دولية، من ليبوكسي حتى التكييف والراحة النفسية. السؤال اللي كيطرح راسو: بعيدا على الحديد والإضاءة والتقنيات، كيفاش هاد الراحة الحديثة، هاد الهندسة، تقدر تأثر فعلا على أداء اللاعبين؟ واش ممكن فيستير 5 نجوم يصنع الفرق في ماتش كبير تحت الضغط وسط منافسة إفريقية ولا عالمية؟